قدر الله ومات شي واحد من الاقارب وكنتي انت من واحد من الورثه وبغيتي تعرف الحسابات البنكيه اللي مفتوحين باسم المرحوم. هذه المعلومه غتلقاها في مصلحه مركزات الحسابات البنكيه ديال بنك المغرب، ودير في بالك بان هذه المصلحه توفر لك المعلومات المتعلقه بفتح واغلاق الحسابات البنكيه ديال المرحوم، ماشي لو سولد اللي فيهم. دابا الا مشيت غيعطوني شحال الفلوس في الكونت المرحوم؟ لا، كنعاود ناكد، راه بزاف ديال الناس كيجيو كيسولوا على لو سولد. لا، هذه المصلحه غتعطيك غير لا ليست ديال لي كونت. وشكون يقدر يدير هذا الطلب؟ هاد الطلب يقدر يديروا اي واحد من الورثه، خاصو يجيب معاه راس من الإرثة. للاشاره ماشي ضروري جميع الورثه يمشيو كاملين، يقدروا يكلفوا غير واحد، والطلب يقدر يدار بعقد الوكاله او عقد الوصيه. واش هاد الخدمه غنخلصوا فيها شي حاجه ولا فابور؟ لا، هاد الخدمه مجانيه، غتحتاج غير لهاد الوثائق. غتعمر الاستماره اللي كاينه في لو سيت ديال بنك المغرب وترافقها بلا فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال ديال الوريث اولا الموكل اليه اولا الموصى له. غتحتاجوا ايضا راس من الإرثة وعقد الوكاله اولا عقد الوصيه على حسب الحاله، واخر وثيقه هي لا فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال ديال المرحوم اولا هي الرقم ديالها. اون فوا كتجمع الوثائق عندك جوج ديال الاختيارات، يا اما غتحطهم في اقرب وكاله بنك المغرب الا كانت شي وكاله قريبه ليك، اولا غتصيفطهم عبر البريد للعنوان اللي غنديروا لكم في الكابشن. هنا بنك المغرب جيتو كيصيفط لك اشعار بالاستلام وكيعلمك في حاله ناقصه شي وثيقه، والا كانوا الدوسي ديالك كومبلي راه الطلب ديالك كيتعالج في ظرف 5 ايام.